طبعا برحب بيها زمالك دوت كوم. والله ان يعني انضمام نادي الزمالك المفاوضات جت عن طريق كابتن اسماعيل، وعن وكيل الكابتن كريم حلمي وكابتن احمد سليمان والمستشار، وكان ايامها الكابتن احمد حسام ميدو هو اللي كان ماسك الفرقه، وكان هو برضو من الناس اللي كانت عايزاني في نادي الزمالك. والله يعني شرف ليا ان انا اكون موجود في نادي الزمالك. و يعني ما كنتش بلعب الفتره الاولانيه وكده واستحملت الحمد لله، ولحد ما يعني ربنا كرم ولعبت والخواجة شافني وقال لي وكان مقتنع بيها الحمد لله. والراجل اتكلم معاه كويس وقال لي انت فريق كويس وهتلعب واستحمل الفترة دي لحد ما فرصتك تجيلك. وانا استحملت الحمد لله لغاية ما فرصتي جات لي، والحمد لله لعبت واستحملت وربنا كرم الحمد لله، وقدرت العب اساسي واسجل مع نادي الزمالك. واهم حاجة عندي ان انا والله افرح يعني جمهور نادي الزمالك. يعني الناس دي تعبت الفترة اللي فاتت جامد جدا، بقى 10 سنين ما بتاخدش دوري وما بتاخدش بطولات. يعني اتمنى من ربنا ان انا اكون سبب فرحة الناس دي دايما، يا رب يكرمني عشان دايما جمهور نادي الزمالك يبقى فرحان، ومجلس الإدارة والمستشار وكل الناس، أي حد بيحب نادي الزمالك. يعني الزمالك ده نادي كبير جدا، يا رب يكرمني إن السنة دي مع نادي الزمالك وأقدر أخد دوري وكاس، ونقدر نفرح جمهور نادي الزمالك، وربنا ييسر في اللي جاي إن شاء الله وناخد دوري بإذن الله. شكرا.